النهارده جماعة الإخوان اللزوزة جمعت نفسها وراحت وقفت عند السفارة المصرية في تل أبيب وجمعوا نفسهم مع اليهود وكانوا رافعين علم إسرائيل وكانوا بيهتفوا ضد مصر عشان تفتح المعبر. يا ترى تفتح المعبر ليه؟ عشان تدخل المساعدات ولا عشان تهجر أهل غزة؟ ما هو لو على دخول المساعدات فالمساعدات أهي داخلة، وكمان في طيران بيحصل بيه انزال. بس للاسف بقى كمان جماعه الاخوان طلعت تصريح، ومنهم واحد كده قاعد في قطر على الحيه على كل الزواحف اللي عندهم، او تصريح وقالوا فيه ان هم رافضين الانزال الجوي ولكن هم عايزين يفتحوا المعبر. ليه يا ترى يا ولاد مش عايزين الانزال الجوي وعايزين يفتحوا المعبر؟ هم عايزين التهجير. فدلوقتي احنا خلاص لازم نبصم بالعشره ان جماعه الاخوان المتأسلمه تسعى لتهجير اهل غزه. كل اللي كانوا واقفين عند المعبر ورافعين يفط ضد مصر، وكل اللي كانوا بيلوحوا بعلم اسرائيل اللي هي اصلا فلسطين اللي هم واقفين على ارضها مع اليهود وضد مصر. ضد مصر ايه؟ يعني ايه الغرض؟ هل الغرض منه التهجير ولا احنا فاهمين غلط؟ يا ريتهم ايه في المظاهره اللزوزه اللي اتعملت النهارده عند السفاره المصريه. يعني هل انتوا وصلتوا يا جماعه ما تمسكوا العقل؟ لا، ما تمسكوش العقل. ليه بقى ما تمسكوش العقل؟ خليكوا كده خليكوا كده. الغباء السياسي يا جماعه مش عارفه عايز منكم ايه بجد، اقسم بالله. ما هو انتوا لو ما كنتوش اغبياء سياسيا ما كنتوش اصلا كملتوا هي سنه في مصر وكان عليكم كفايه كده. كانت لازم هتطيروا. المصريين ما يستحملكوش اكتر من كده، لان انتوا اغبياء سياسيا بطريقه مش منطقيه. فبصراحه انتوا عملتوا معانا اللي محدش عمله، انتوا ريحتونا. فطبعا كل اللي نزلوا من كل الدول اللي حوالينا يتظاهروا عند السفارات المصريه وضد مصر عشان فتح المعبر، فانتوا مع التهجير وانتوا ضد مصر. الدنيا دواره. وصدقوني الدولة حتى لو هي ما يتوجهش دلوقتي لأي دولة نزلوا عند السفارات واتكلمت فيها، بس هم عارفين الناس دي فين وعارفين عملوا ايه، بس مش دلوقتي. عارفين الأغنية أنا مش فاضلكوا لما أفضى أجيلكوا؟ نخلص بس وكده نبقى نتكلم. بشكر كل المصريين على الوعي الفظيع، وبشكر كل الجماعات المتقسمة على مستوى ذكائهم الفظيع اللي خلانا عرفنا هم واقفين ليه عند السفارة المصرية في تل أبيب. شكرا كتير.